الشعارات بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي طويل العمر، من تتويج إلى تتويج، من احتفالية إلى احتفالية، سمو الشيخ هزاع كيف يرى الموسم بطوله من بدايته حتى نهايته؟ أعتقد أن الموسم كان موسم جيد، موسم قوي الحقيقة، والدليل أن كان فريق الوحدة كان متأخرا في هذه البطولة ولكن استطاع أن يتجاوز منافسينه واستاهل البطولة. نتمنى إن شاء الله أن خلال الموسم القادمة أو الموسم القادم أن تشاركنا بقية الفرق في المنافسة إن شاء الله. طويل العمر 4 من أندية أبو ظبي في المراكز الأربعة الأولى في الدوري، كأس السوبر للعين، كأس الاتصالات بين الجزيرة وعجمان، تفوق واضح على مستوى كرة القدم طويل العمر. أعتقد أن هذا يعود الفضل لمجالس إدارات الأندية، أعتقد أنهم بذلوا مجهود جيد، ثابروا خلال الفترة اللي فاتت، استحقوا النتائج اللي حصلوا لها. أعتقد أن السنة القادمة اكتسبوا خبرة كبيرة من خلال هذا الموسم، أتوقع لي أن خلال الموسم القادم أيضا يقدمون كرة جميلة، ونتمنى أنه يكون هذا حافز لبقية الفرق الأخرى أنها تكون أيضا منافسة خلال الموسم القادم. الجميع يتحدث عن الأندية الآسيوية طويل العمر أنها ما قدرت تتأهل إلى أبعد من الدور التمهيدي. هذا صحيح، مثل ما تعرف أن البطولة الآسيوية هي بطولة قوية فيها فرق كبيرة، فرق الإمارات سبق أن شاركت حققت نتائج إيجابية، فنتمنى أن خلال المواسم القادمة يستطيع أن الفرق الإماراتية أن تحقق نتائج أفضل إن شاء الله. في هذا العام طويل العمر عام المدرب المواطن، كلمة من سموك لأبناء البلد اللي يقودون دفة التدريب. المدرب المواطن أنا أعتقد أنه يعرف بيئتنا بشكل أفضل. نحن لدينا خبرة في نادي العين على سبيل المثال، هي خبرة متواضعة بسيطة خصوصا على مستوى الفريق الأول، ولكن على مستوى قطاع الناشئين المدربين المواطنين حققوا بطولات متعددة الحقيقة، يعرفون طبيعة الجو اللي هم يعملون فيه، يعرفون طبيعة اللاعبين أيضا. عبد الحميد استطاع أن يحقق نتائج إيجابية في آخر مباريات استلم فيها الفريق الأول، أيضا من خلال تفاعله مع الفريق الأول خلال المباريات القليلة اللي فاتت نبين أنه يعني منسجم في الجو اللي عايش فيه، وكذلك اللاعبين منسجمين مع اللاعب. وإذا نلاحظ مثلا بعض اللاعبين حتى الأجانب ارتقى مستوى أدائهم، مثل فالديفيا مثل اللاعب الكوري على سبيل المثال ارتقوا بمستواهم. أعتقد أن هذا يعني ببساطة أن المدرب المواطن هو يعرف البيئة اللي هو قاعد يعمل فيها بشكل جيد. فنيا طويل العمر الموسم، في هناك من انتقد الموسم فنيا أنه ما بيخدم المنتخب كثير. أنا أتصور لأن هذا عايد لاتحاد كرة القدم والرابطة بالنسبة لتنظيم المباريات، وكذلك قوة الموسم الرياضي، هذا أكيد بيخدم اتحاد كرة القدم والمنتخب الأول. أخيرا طويل العمر ما ابغى يطول عليك، لكن أبو ظبي شفنا وجودك في احتفالات كثيرة على المستوى المحلي، اليوم نشوفك وعلى المستوى العالمي في الفورمولا في الجيوجيتسو. إلى 2030 رؤية أبو ظبي رياضيا إلى أين؟ رؤية أبو ظبي الرياضية هي تاخذ الاتجاه العام من رؤية حكومة أبو ظبي. هناك في حكومة أبو ظبي لديها رؤية ل 2030، وبالتالي مجلس أبو ظبي الرياضي والمؤسسات الرياضية هي تبني استراتيجيتها على استراتيجية حكومة أبو ظبي. بدون شك أن هناك في أهداف نحن نتحقق أن نوصلها، يمكن يكون لنا حديث خاص في مجلس أبو ظبي الرياضي، ممكن يتم استعراض الاستراتيجيات اللي نحن قاعدين نعمل فيها. دائما نستنير بآرائك طويل العمر، ونتشرف مرة ثانية في لقائك معنا. متشكرين الله يحييك، أهلا وسهلا. إذا تابعنا اللقاء الممتع والشيق مع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي في جميع الأطروحات سواء كانت على المستوى المحلي على صعيد كرة القدم وعلى جميع الأصعدة الرياضية في إمارة أبو ظبي وفي الإمارات بشكل عام. إلى سيف مباشرة نتحول. يا هيثم معي مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات الكابتن معتز عبد الله الحاضر والغائب. كابتن معتز مبروك، أنت حاضر اليوم، حاضر بروحك وقلبك مع الفريق، لكن كنت غايب كحارس أساسي، والسبب الإصابة اللعينة معتز. طبعا إذا قلنا الإصابة فنقول الحمد لله على كل حال، هذا قدر ربنا العالمين والإنسان يتقبله، ويفضل وحده. لو أنا تعورت اليوم يبون بعد بطولة مش مشكلة. المهم نحن نستمر في البطولات. في واحد قال لي لعبت 75 دقيقة ويبنى الدوري، يلعب 90 ونجيب العالمية. هذا دليل حبك معتز للفريق،
يعني انا كنت اتحدث معه قبل اللقاء ان شعورك بالفرحه منقوص، بما انك انت كنت تريد انك تكون مساهم في هذه الفرحه. والله لاجل شيء واحد، لاجل الجمهور هذا. صراحه انا الجمهور استقبلني استقبال مو طبيعي. يعني الحمد لله رب العالمين، من يوم تحضيراتنا الجمهور هذا يتابعني بكل دقيقه. يعني هذا شيء اثر على اللاعب انه يبي يقدم اكثر، لكن الحمد لله الشيء اللي قدمته في المعسكر، وحاولنا نجهز عادل معانا، وعادل اليوم ظهر بصوره حلوه وقدم موسم حلو، واتمنى يستمر على المستوى، لان عمر اللاعب واحد ما يجيب بطوله للنادي، لازم فريق كامل. فالحمد لله مثل ما قلت لك انا ان لعيبتنا كانوا يتعورون ويردون، لكن البدلاء كانوا في يعني حاضرين في نفس فهذا فريق بطوله. فالحمد لله اليوم احنا قدمنا للجمهور فريق طيب. انا برايي اتوقع اذا الرغبه استمرت في هذا الفريق بيكون له شان كبير في البطولات الجايه ان شاء الله. منذ تعاقد الوحده معك ممكن ما شارك، لكن وجهك حلو عليهم معتز، واول تعاقد انت موجود هذا الموسم والجماعه بطوله. والله انا ما ادري، يعني انا احمد ربي ان انا فزت مع العين ب4 بطولات، والحين فزت مع الوحده ببطوله. يعني انا سعيد لاني فزت بناديين، فانا سعيد اني انا جيت النادي هذا ومن اول سنه افوز فيهم ببطوله. يعني انا اعتبر ولقبوني فعل الخير، يعني جزاهم الله الخير الجمهور، واتمنى ان شاء الله ان نبدا الموسم الجاي ان شاء الله ببطوله السوبر ان شاء الله باذن الله. مبروك معتز، يعطيك العافيه ونشوفك ان شاء الله الموسم القادم. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انا مسافر باكر لرحله علاج طويله، وان شاء الله باذن الله ارجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تسهل السلامه معتز، والف مبروك حبيبي. اذا مشاهدينا الكرام نتحول مباشره الى الزميل اسامه والكابتن منذر عبد الله. الدرع يلمع وعيون الوحداويه تدمع فرحا هذا المساء مشاهدينا الكرام في مشهد الانحناء، انحناء البطل لاستقبال التبريكات التهاني ولسماع التصفيقات من جمهوره الذي تجمع هذا المساء. الكل يأخذ الكل